أهم التعريفات: نصوص الأهرامات أو متون الأهرام هي نصوص دينية نقشت على المقابر بس بالخط الهيروغليفي على جدران الداخلية للأهرامات. يبقى هي نقوش دينية نقشت على جدران الأهرامات بس باللغة الهيروغليفية. كلمة اضمحلال يعني فوضى وضعف. تاني، اضمحلال فوضى وضعف. فترة زمنية في مصر القديمة ساد فيها حالات من الضعف وسلطة الملك والحكومة المركزية. طيب، من هم الهكسوس؟ الهكسوس مجموعة قبائل رعوية جت من آسيا عن طريق فلسطين. تاني، قبائل رعوية جم من آسيا ومن وسط آسيا ودخلوا واحتلوا مصر. كلمة امبراطورية مهم جدا دي. امبراطورية دولة كبيرة تسيطر على مناطق وشعوب. تاني، دولة كبيرة بتسيطر على مناطق وشعوب مختلفة تحت قيادة مركزية قوية. طيب، يلا بينا اكتب ما تشير إليه العبارة. مدينة اتخذتها الأسرة الأولى عاصمة لها. منفر. أسرة أولى منفر. ملك مينا. صاحب الهرم الأكبر خوفو. أول ملك دون النصوص الدينية. طالما قال لي نصوص دينية هو أوناس. طيب، صاحب أول بناء حجري ضخم في التاريخ زوسر الذي قام ببناء هرم سقارة المدرج الذي يتكون من 6 مساطب. أول من شيد لسه أمر بنحت تمثال يظهر بجسم أسد. جسم أسد وجه إنسان، ده خفرع. أول من شيد معبد المكشوف. قال لي معبد مكشوف في أبو سير. هو اسمه إيه؟ في أبو سير. مين اللي عمل المعبد ده؟ كان اسمه الملك أوسر كاف. طيب، مؤسس الأسرة الخمسة أوسر كاف. ملك أطلق عليها المحسن المحبوب لأن تميز عصره بالرخاء والاستقرار هو سنفور. طيب، أول من قام بتوحيد مملكة الشمال والجنوب وكان عهده بداية القوة. طيب، مملكة شمال ومملكة جنوب. شمال وجنوب مين؟ مينا. أحد ملوك الأسرة السادسة وضعفت خلال عهده سلطة الحكومة المركزية هو الملك بيبي الثاني التي أدى إلى سقوط عصر الدولة القديمة. اسمه الملك بيبي الثاني. طيب، مؤسس الأسرة الثالثة وصاحب الهرم المدرج زوسر. صاحب الهرم المدرج. ووزير يرجع له الفضل في بناء الهرم المدرج إيموحوتب. في عهد وزيره إيموحوتب. مدينة اهتم الملك منتحتب بتجميلها وأقام فيها المعابد هي طيبة. يبقى الملك منتحتب قام أو أمر بتجميل مدينة طيبة. تاني، أمر بتجميل مدينة طيبة. طيب، حصنين أقام الملك سنوسرت الثالث تحت سمنة وقمنة. فين أهو سمنة وقمنة. قناة مائية تم حفرها في عهد سنوسرت الثالث. قناة مائية سيزوستريس. هي قناة سيزوستريس. سد أقامه الملك امنمحات الثالث عند مدخل بحيرة موريس. اللي سد اللاهون، واللاهون في الفيوم. ملك بدأ النضال الحقيقي للتحرير ضد الهكسوس أحمس الذي جاهد ضد أول واحد خالص كان هو سكن رع ثم كاموس ثم أحمس. هو هنا كان عايز أول واحد. طيب، استطاع تخليص أجزاء كبيرة جدا من مصر من يد الهكسوس. أخذ جزء كبير. هو مين؟ طالما أخذ جزء من مصر الوسطى هو كاموس. استطاع القضاء قال لي قضاء على خطر الهكسوس هو أحمس. يبقى أبوه سكن الرع خلصنا، بدأ الكفاح. جه بعديه كاموس سيطر على جزء كبير جدا ثم أحمس خلصنا منهم. طيب، نكمل. من هو قام ببناء قلعتي سمنة وقمنة؟ لسه قايل لك سمنة وقمنة كان سنوسرت. أول ملك أعاد الوجه القبلي والبحري لمصر في عهد الدولة القديمة منتحتب الثاني الذي ضم الوجه البحري والوجه القبلي. ومن هنا كنا ضم الوجهين مع بعض، الوجه البحري والوجه القبلي حطهم في النص. العاصمة كانت اسمها أسيتاو. المدينة التي قام بها الملك هو الوجه البحري والوجه القبلي لسه قايل لك هو أسيتاو. نكمل. نقل عاصمة الدولة الوسطى
من طيبة إلى أستاو. مين اللي نقل العاصمة من طيبة إلى أستاو؟ إمنمحات الأول نقل العاصمة من طيبة إلى أستاو. يبقى إذن إمنمحات الأول نقل العاصمة. أخضع يعني سيطر على حكام الأقاليم ومنحهم بعض الألقاب الرفيعة. ومن هنا في عصر الدولة الوسطى برضو إمنمحات الأول أقام مقياس، عمل مقياس عشان يراقب منسوب مياه النيل. هو إمنمحات الثالث كان فلاح، عمل مقياس على النيل واهتم بالزراعة وقام بإنشاء سد اللاهون. أكبر أمير كوش على قطع الإمدادات. ده كاموس أيام الهكسوس. الكوشيين كانوا بيدعموا الهكسوس، فراح كاموس حارب أمير كوش عشان يمنع الإمدادات اللي كان بيبعتها للهكسوس. يبقى إذن هو كاموس. ملكة شجعت ابنها يلا يا أحموسة، يلا يلا يا جميلة يلا. هو مين؟ الملكة الست اللي كانت بتشجع كانت هي إياه حتب، دي تبقى أم طبعا أحمس وكاموس. أول ملكة تم تسميتها على اسم الملكة ده طبعا سوبك نفرو، ملكة رمز القوة سوبك نفرو. استكملت هرم والدها سوبك نفرو. طيب مدينة اتخذها الملك أحمس عاصمة لمصر. طيب جه مين؟ أحمس خلى العاصمة في طيبة. تاني أحمس خلى العاصمة في طيبة. المؤسس الحقيقي للأسرة العشرين، مؤسس حقيقي للأسرة العشرين، وهزم شعوب البحر المتوسط. طالما شعوب بحر متوسط دي عصر دولة حديثة، يعني رمسيس الثالث. تاني يعني رمسيس الثالث. طيب قام ب 16 حملة عسكرية. قام ب 16 حملة عسكرية لو توتيد نفوذه في معركة مجدو. ده مين؟ تحتمس مش رمسيس. قام ب 16 حملة عسكرية كان تحتمس، خلي بالك تحتمس الثالث. نكمل. جعل المنطقة من نبتة شمال إدفو واحدة من أهم إدارات الوحدة. تاني السؤال ده عشان مهم جدا. جعل المنطقة من نبتة شمالا، من شمال إدفو إلى إدارة لوحدة واحدة أو إدارة واحدة. هو تحتمس الأول، وده مهم جدا جدا جدا. أو تحتمس الأول قاد معركة قادش ضد الحيثيين. رمسيس الثاني اختار مكان دفن الملك تحتمس الأول. ده المهندس بتاعه كان المهندس اسمه إنيني. طيب اسمه إنيني. طيب قاد أمراء آسيا في معركة مجدو. قاد أمراء آسيا كان اسمه أمير قادش. نكمل. الملك الذي يمكن اعتباره حلقة وصل بين عصر الإضمحلال الثاني، يعني ده كده بيكلمني على نهاية عصر الدولة القديمة وعصر الدولة الحديثة. يعني ملك خلص على الإضمحلال الأول، الإضمحلال الثاني، وكان هو أحمس. طيب وبدأنا بيه يبقى هو أحمس، اللي هو نهاية إضمحلال وبداية قوة. نهاية إضمحلال يعني نهاية الوسطى، وبداية حديثة، يبقى هو أحمس. الملك الذي وضع الحجر الأساسي لمعبد أبيدوس، ده سيتي الأول أبيدوس. عمل أو أقام أول معاهدة سلام دولية مسجلة في التاريخ. رمسيس طبعا الثاني وهو صاحب أول معاهدة سلام في التاريخ. أنشأ معبد الكرنك وهو المعبد الرئيسي لمدينة طيبة. اللي عمل معبد الكرنك طيب تحتمس الأول. أعاد مدينة طيبة عاصمة للبلاد. جعل مدينة طيبة عاصمة للبلاد، وأعاد عبادة الإله أمون. ده توت عنخ أمون. طيب دعا إلى عبادة إله واحد هو أتون، ولو كان بيرمز له بكرسي الشمس. ده مين؟ منتحتب الرابع. تمام. تعال ناخد أهم الأسئلة اللي بما تفسر اللي جت عندي. واحد، أول حاجة يعد العصر العتيق عصر البنى والتأسيس. ده بتاع العصر العتيق ده من الأسرة كام لكام؟ قال من الأسرة 1 للأسرة 2. إنه بدأ بتوحيد الملك نرمر هو الملك مينا، توحيد مملكة الشمال وتوحيد مملكة الجنوب،
وتأسيس مدينة وهي مدينة أو عاصمة وهي منفر. سمي عصر الدولة القديمة بعصر بناء الأهرامات طبعا لأن ملوكها اهتموا ببناء الكثير من الأهرامات، عشان كده سمي عصر الدولة القديمة بعصر بناء الأهرامات. من الأسرة 3 للأسرة 6. سقطت الأسرة الرابعة، يعني هنا الأسرة الرابعة تدهورت أحوال مصر نهاية في عصر الأسرة الستة. حلو، بسبب زيادة نفوذ كهنة إله الشمس اللي هو من إله الشمس؟ رع، حتى استطاع كبيرهم أسر كاف الوصول للحكم. عشان كده أسر كاف أطلق على نفسه، قال لنفسه أنا ابن الإله رع. طيب، أهمية نصوص الأهرامات طبعا دي كانت نصوص بتتكتب على جدران الأهرامات اللي هو ماتون الأهرام، امتدت بكثير من المعلومات المهمة عن المعتقدات الدينية. ومن هنا ضعفت وسقطت الدولة القديمة. ليه الدولة القديمة سقطت وضعفت؟ السؤال ده مهم جدا وبيجي كتير طبعا. السؤال ده بسبب ضعف السلطة المركزية. تاني، ضعفت البلاد بسبب ايه؟ ضعف السلطة المركزية وزيادة نفوذ حكام الأقاليم وضعف الملوك مثل الملك بيبي الثاني. الملك بيبي كان ضعيف وزيادة الأعباء على الفلاح. أرسلت الملك سنفرو أسطولا بحريا إلى فينيقيا. سنفرو بعت أسطول بحر لفينيقيا عشان يجيب خشب اسمه خشب الأرز، واللي اتخذته بلاد لبنان شعارا لها. قيام المصريين القدماء بنحت التماثيل الملكية خلال عصر الدولة القديمة لاعتقاداتهم فيه. قال لك ايه؟ تماثيل. اعتقادهم فيه قدسية الملك، كان بيعملوا تمثال للملك. لقب الملك سنفرو بالمحسن المحب لأن كان ملكا عظيما عادلا. رقم 9، عرف هرم سقارة بالهرم المدرج لأنه طبعا يتكون من كم مصطبة؟ 6 مصاطب فوقهم فوق بعض. طيب، نقل عاصمة البلاد من طيبة إلى أستاو، لسه قايل لك لتكون موقع متوسط ما بين الوجه البحري وما بين الوجه القبلي. أقول له عشان يكون بحر متوسط يكون دوت في النص ما بين الوجه البحري والوجه القبلي. طيب، أقام الملك امنمحات الأول سلاسل على الحصون على الحدود الغربية للدلتا. قال لي هنا في الغرب، والغرب عندي مصر دولة ليبيا، هقول له لصد هجمات الليبيين. طيب، أقام الملك امنمحات الثالث مقياس على النيل عشان يراقب ارتفاع منسوب نهر النيل. طيب، ضعف وسقوط عصر الدولة الوسطى، يعني أسباب سقوط عصر الدولة الوسطى بسبب ضعف الملوك بعد الملك امنمحات الثالث. كل الملوك اللي جت ضعيفة بعد مين؟ قال لي بعد امنمحات الثالث. وزيادة الصراع بين الحكم ما بين الحكام الأقاليم، كل واحد من حكام الأقاليم عايز السلطة، عشان كده الدولة بدأت تنهار. قيام الملك كاموس بحملات مفاجأة على مملكة كوش. كاموس عمل حملات مفاجأة على كوش ليه؟ لإجبار الملكة الكوشيين بعدم تقديم الإمدادات للهكسوس. طيب، تعد فترة حكم منتحتب الثاني بداية لمجد الأسرة الحادية عشر لأنها أول قامة عمل إيه؟ لأنها أول من حمى مدينة طيبة بالسيطرة على الوجه القبلي والبحر، وإعادة السلطة المركزية، ونجح في إخضاع حكام الأقاليم أي السيطرة على حكام الأقاليم. يطلق على عصر الدولة الوسطى بعصر الرخاء الاقتصادي. أكيد طبعا رخاء اقتصادي، إشمعنى؟ عشان ملوكها اهتموا بالكثير بالبنى، عشان كده اهتموا بالرخاء أو سمي بالرخاء الاقتصادي، أي لأن ملوكها اهتموا بالتعدين والنشاط والتجارة وكل المشروعات الزراعية، زي ما اتكلمنا على قناة على سيزوستريس، وزي ما اتكلمنا على قلعتي سمناوكمنا ومقياس على النيل. كل ده حفرنا قناة سيزوستريس. قال لي سيزوستريس دي قناة مالها يا عم؟ هي قناة تربط بين البحر الأحمر بالمتوسط عن طريق نهر النيل اهو. يبقى هي قناة تربط بين البحر الأحمر بالمتوسط عن طريق نهر النيل، هي سيزوستريس. الأهمية الاقتصادية لشبه جزيرة سيناء أثناء عصر الدولة الوسطى. أرسل الملك امنمحات الأول 24 بعثة. يبقى الملك امنمحات الأول في سيناء بعت 24 بعثة إلى سيناء يجيبوا من هناك إيه؟ اللي هيجيبوا من هناك معادن وأحجار. يبقى قام بإرسال 24 بعثة، عشان كده سيناء مهمة.
تعتبر فترة الملك امنمحات الثالث أفضل فترات انهيار الزراعة في عصر الدولة القديمة. هقول له طبعا حيث قام بإنشاء سد اللاهون. يبقى إذا كانت فترة مهمة جدا. ليه؟ عشان عمل بإنشاء سد اسمه سد اللاهون وعمل مقياس على النيل. ده دليل إن الملك امنمحات الثالث اهتم بالزراعة. طيب، نجح الهكسوس في احتلال مصر. نجح الهكسوس في احتلال مصر بسبب لضعف الملوك الذي جاءوا بعد امنمحات الثالث. عمل الملك تحتمس الأول على تطوير معبد الكرنك. هقول ليكون المعبد الرئيسي لمدينة طيبة. يبقى الملك تحتمس الأول قام بتطوير معبد الكرنك. ليه؟ ليكون معبد رئيسي لمدينة طيبة. تعتبر الملكة حتشبسوت من أشهر الملوك في عصر الدولة القديمة. ليه حتشبسوت الملكة اللي جت في عصر الدولة الحديثة من أشهر الملوك اللي جت في العصور القديمة؟ هقول له بسبب لما قامت به من أعمال. عملت ايه؟ عملت اعمال سياسيه واعمال اقتصاديه وثقافيه وعمرانيه. يعني الملكه حتشبسوت اهتمت بكل المجالات. وعلى فكره اهتمت بالتجاره وارسلت بعثات تجاريه لبلاد بوند. طيب، الملك توت عنخ امون كان مشهور ليه؟ كان فيموس ليه؟ توت عنخ امون كان فيموس ليه يا توت عنخ امون كنت فيموس؟ قال لك بسبب مقبرتي الشهيره اللي اكتشفتها سنه 1922. ودي طبعا من اهم من المقابر اللي اكتشفت طبعا عشان لقوا فيها كنوز اثريه كتير جدا لا مثيل لها. عشان كده كنت مشهور. مقبرتي كانت اقوى مقبره. اشمعنى يا عم كانت اقوى مقبره؟ قال لي عشان كان فيها كنوز مش عند حد يا باشا. عشان كده توت عنخ امون كان مشهور. قيام الملك احمس الاول بارسال حملات الى جنوب مصر. طبعا احمس بعت حملات للقضاء طبعا على الحركه التمرد واعاد الامن في البلاد مره تانية. أحضر الملك تحتمس الثالث أبناء الأمراء الآسيويين. لما تحتمس الثالث جاب عيال الآسيويين عشان يتعلموا في مصر. فاكر؟ جابهم ليه؟ قال لك للتعليم العادات والتقاليد المصرية عشان لما يسافروا ما يجوش يحاربوني تاني. يا صلاة النبي، كان ذكي. علشان كده اللي اتعلموا العادات والتقاليد المصرية ويغرس في نفوسهم حب مصر، حتى إذا عادوا إلى بلادهم وتولوا الحكم أصبحوا يميلون لمين؟ لأم الدنيا، يميلون لمصر. يعني الراجل ده كان بيقدم السبت عشان يلاقي الحد. دماغه شغالة. طيب، بعد كده سمي عصر الملك رمسيس الثاني بعصر الإمبراطورية الثانية. قال لي مين؟ قال لي رمسيس الثاني. اشمعنى؟ عشان وصلت مصر في هذه الفترة لقمة مجدها. كانت فترة قوية جدا. طيب، سبب تسمية عصر الدولة الحديثة بعصر الإمبراطورية؟ هقول له استنى. عصر الدولة الحديثة سموه عصر الإمبراطورية ليه؟ تعالى. كل الملوك دي اهتمت بالفتوحات، حصل. وكل الملوك دي اهتمت بالمعارك. قال لي جميل. هقول له يعني سموه عصر الإمبراطورية عشان امتدت في قارتي آسيا وأفريقيا. بدأت منين؟ قال لي بدأت من نهر الفرات في شمال الشرق حتى الجندل الثاني. سمي عصر الدولة الحديثة بعصر المجد الحربي ليه؟ لأن ملوكها اهتموا بتكوين جيش قوي. لسه قايل لك. طيب، وجود جيش قوي في عصر الدولة الحديثة. عملت جيش قوي ليه؟ أنا بعمل جيش عشان أحافظ على البلاد ويكون عندي استقرار. هقول له للحفاظ على البلاد ويكون عندي على الاستقرار والنظام الداخلي في البلاد وأحمي نفسي من الأخطار الخارجية. قيام معركة مجدو ليه؟ قام بها الملك تحتمس. مين مجدو؟ قال لي تحتمس الثالث. بسبب خروج أمراء آسيا على الحاكم المصري على تحتمس، ومن هنا قدرنا اللي احنا نكسبوهم. طيب، قيام معركة قادش بسبب زيادة نفوذ الحيثيين. خلي بالك، الحيثيين وخروج ملوكهم. خرجوا الحيثيين عشان يقتلوا المصريين، واستطعنا اللي احنا نقضي عليهم ودخلنا فيها معاهدة سلام. طيب، يعتبر الملك رمسيس الثالث مؤسس الأسرة الحقيقية في الأسرة العشرين. ليه رمسيس الثالث عمل ايه؟ او قول لي اهم اعمال رمسيس الثالث. هقول له تعالى. هزم شعوب البحر المتوسط واهتم بالشؤون الداخلية للبلاد وأمن حدود البلاد من كل الجهات. يعني الراجل ده رمسيس الثالث هزم شعوب البحر المتوسط. طيب، ضعفت البلاد بعد انتهاء حكم الملك رمسيس الثالث ازاي؟
ضعفت البلاد بعد انتهاء حكم الملك رمسيس الثالث بسبب طبعا تولي الحكم ملوك ضعفاء. يعني ده كده ظهر عندي عصر اسمه عصر اضمحلال. طيب، ما النتائج المترتبة على ايه اللي هيترتب على اهتم مملوك العصر العتيق بتأمين حدود مصر وبناء الحصون. ليه؟ لتأمين حدود البلاد. السؤال اللي بعديه، زيادة نفوذ كهنة الإله رع في أواخر الأسرة الرابعة، اللي هيترتب على ذلك إيه؟ استطاع كبير كهنة الإله رع أسر كاف إن هو يوصل للحكم وإسقاط الأسرة الرابعة. عشان كده أسر كاف لسه قايل لك أطلق على نفسه أنا ابن الإله رع. تعرضت مصر عصر الإضمحلال، هترتب على ذلك إيه؟ تعرضت البلاد للانقسام والغارات الخارجية. طيب، ظهور الأسرة الحادية عشر في مصر القديمة والأسرة الحداشر. حلو، إعادة البلاد وحدتها مرة تانية. طيب، لما قضينا على الاضمحلال حفرنا قناة سيزو ستريس ليه؟ عشان طبعا زيادة الحركة التجارية. باخد السؤال اللي بما تفسر بحوله إلى إيه؟ نتائج. طيب، 8، ضعف الملك بعد أهو ضعف الملوك بعد ابن محات الثالث وزيادة الصراع بين الحكام. ابن محات الثالث كان ضعيف، كان قوي، مشى، جه بعديه ناس ضعيفة، اترتب على ذلك ايه؟ ادت الى تعرض البلاد للاستعمار الخارجي اللي هو عصر اضمحلال. مين اللي جه؟ قال الهكسوس. يبقى اللي جه بعد او الحكام الضعفاء بعد ابن محات الثالث هو خطر الهكسوس. طيب، اهتم الملك ابن محات الثالث بتخزين المياه من الفيضان. اكيد الراجل ده عشان يخزن المياه فقام ببناء سد اللاهون، ومن هنا ادى الى حماية البلاد من المجاعات وحفر سد اسمه سد اللاهون. طيب، اتساع الامبراطورية المصرية في عهد الدولة الحديثة جنوبا ادى الى ايه؟ امتداد الامبراطورية ما وراء لغاية الجندر الرابع في عصر الدولة الحديثة. طيب، الاسكندر الاكبر ماله؟ غزا مصر. حلو، ليه؟ انتهى العصور المتأخرة وبدأت عصور جديدة وهو عصر العصور التاريخية في مصر. طيب، تحالف ملك الحيثيين مع المدن السورية ضد الملك رمسيس الثالث، اللي ترتب على ذلك خروج الملك رمسيس الثاني بجيشه، ودخلنا وهزمنا الحيثيين وعملنا أول معاهدة سلام في التاريخ. طيب، اللي هيترتب على معاهدة السلام بين الملك رمسيس الثاني وملك الحيثيين أصبحت أول معاهدة سلام في التاريخ. شايف الأسئلة فوق بعض. طيب، ضعف الملك بعد انتهاء حكم الملك رمسيس الثاني. ضعف الملوك بعد الملك رمسيس الثاني. انتهى عصر الدولة الحديثة ليبدأ العصور العصور المتأخرة اللي من الأسرة 21 للأسرة 30. نكمل. دلل. وصل فن النحت في عهد الملك خفرع إلى قمته. خفرع عمل إيه؟ قام الملك خفرع بنحت تمثال أبو الهول اللي الجسم جسم أسد والوجه وجه إنسان. طيب، تأثرت بعض الدول الأفريقية بالحضارات المصرية في عهد الدولة القديمة من النواحي الدينية. أكيد الناس دولت بدأوا يعبدوا أو يهتموا ببناء بانتشار بعض المعبودات المصرية. زي إيه؟ حورس. فين حورس؟ قال لي عند ملوك أوغندا. طيب، اهتم ملوك عصر الدولة القديمة باكتشاف القارة الأفريقية. ليه؟ أنا عندي الأسرة الخمسة والأسرة الستة أرسلوا تجارة استكشافية عند الملك حرخوف، لسه قايلينها في أول درس. يعني اهتموا بالاستكشاف لأن حرخوف قام ب4 رحلات نحو الجنوب. تأثرت بعض الدول الإفريقية بالعادات المصرية خلال عصر الدولة القديمة. اديني دليل. لأنهم اهتموا بالتحنيط. مين اللي اهتم بالتحنيط؟ الكونغو. طب عرفنا سر التحنيط؟ لم نعرف سن التحنيط حتى الوقت الحاضر. السؤال اللي بعديه، ساهم الملك أوناس في الحفاظ على التراث الديني. حلو، لأنها أول من قام بكتابة نصوص الأهرامات على جدران الأهرامات، وكانت بتكتب باللغة الهيروغليفية. نكمل. اهتم ملوك العصر العتيق بالنشاط الاقتصادي. قال لي عصر عتيق من 1 ل2 عشان كده عملوا تأمين الطرق التجارية والسيطرة على المناطق الواقعة من الجندل الأول عشان خاطر التجارة. يبقى الناس ديت اهتموا بالتجارة، قدروا.
نكمل. اهتم الملك سنفرو سنفور في بداية حكمه بشؤون مصر الداخلية. عمل ايه؟ اهتم الملك سنفرو حيث زود او ازدهرت مصر في عهده ايه؟ قال لي اجتماعيا، تجاريا، فنيا، عمرانيا، واهتم بتأمين حدود البلاد. استطاع الملك من الاول تأمين حدود مصر من جهة الغرب. ليه يا عم بأمن حدود البلاد بتاعتي من جهة الغرب؟ قال لي لتأمين حدود البلاد من الغرب بسبب ايه؟ بسبب ان انا عندي غارات ناس اسمهم الليبيين. اقام الملك امنمحات الثالث باستثمار موارد مصر، حيث ارسل 24 بعثة لاستخراج المعادن والاحجار في شبه جزيرة سيناء. لسه قايل لك. طيب، كان لزوجة سكنرع دور في بث الروح المقاومة. قصده على الملكة يا حتب، لانها كانت بتشجع مين؟ ابنها، حيث قامت بتشجيع ابنها. كانت بتشجع ابنها كاموس، وكانت بتشجع ابنها احمس، حتى استطعنا اللي احنا نطرده الهكسوس. طيب، ارتبط اسم الملكة سوبك نفرو بالقوة. تم تسمية الالهة سوبك نفرو برمز ايه؟ القوة. طيب، شهد عصر الدولة الوسطى نهضة في المجال الثقافي. مجال ثقافي يعني الناس دي يهتموا بالنحت وفنون الرسم. طالما قال لي مجال ثقافي هقول له لان الناس دي اهتمت بالنحت والرسم. شهدت البلاد نهضة زراعية في عصر الدولة الوسطى. عصر دولة وسطى، حلو. ده امنمحات، حلو. لذلك قام امنمحات عمل ايه؟ حيث قام مملوكها بالاهتمام بالزراعة لتخزين المياه، عمل سدود وحماية البلاد من خطر الفيضان. طيب، نكمل. كانت أستاو مدينة مثالية لوجه مقر الحكم. طبعا هو جابها عشان يأمن الشمال والجنوب، حلو، عشان يشرف على الجزء الشمالي والجزء الجنوبي، يبقى خلاها في النص. طيب، نجح الملك سنوسرت الثالث في تأمين حدود مصر عشان عمل قلعتي سمنة وقمنة. سنوسرت قلعتي سمنة وقمنة في الجنوب. طيب، اهتم الملك امنمحات الثالث بالنشاط التعديني. امنمحات نشاط تعديني. عمل ايه؟ ارسل 24 بعثة، ده الدليل الى سيناء عشان يجيب من هناك الاحجار الكريمة والمعادن. لم يحترم الهكسوس الحضارة المصرية القديمة. اقول له لانه استولوا علينا بالقوة وهدموا الممتلكات وخربوا المعابد وعملونا معاملة قاسية، علشان كده الهكسوس اخذوا مننا البلاد بالقوة. طيب، تعددت الادوار الوطنية التي قامت بها حكام طيبة خلال الاسرتين 11 و17. حلو قوي. قال لي اول حاجة حيث اعاد ملوك الاسرة 11 بلاد وحدتها مرة تانية. اما ملوك الاسرة 17 قاموا بتحرير البلاد من ايد الهكسوس. طيب، نكمل. كل ده احنا خدناه اهو. قام الملك احمس بتغيير الطريق الى الملكة من الدفن. حلو ده. قام الملك تحتمس الاول. تحتمس الاول غير طريق الدفن بتاعه. ليه؟ حيث فضل ان يدفن في مكان خفي. طيب، المهندس بتاعه كان اسمه إنيني الاول، خليه يدفن عند وادي الملوك، يبقى غير مكانه. كان قارة اسيا محطة انتظار الملوك العظماء. طب اديني. تحتمس عمل ايه؟ حيث اتجه نحو اسيا ووصل عند نهر الفرات. طيب، اهتم الملك رمسيس الثاني بشؤون مصر الداخلية. هقول له حصل، ولذلك اكمل معبد ابيدوس وامر بنحت معبد في منطقة ابو سمبل. طيب، اكمل العبارات الاتية. يشمل العصر عتيق الاسرة 1-2. يبدأ عصر الدولة القديمة من الاسرة الثالثة. بدأت رحلة الكفاح ضد الهكسوس من مدينة طيبة. طيب، أرسل الملك سنفرو أسطولا بحريا لإخضار الخشب الأرز من فينيقيا. سيطر رجال الدين بشكل كامل على مقاليد الحكم خلال العصر العتيق في الأسرة الخامسة. رجال الدين، وانتهت طبعا في الأسرة الخامسة. انتهى عصر بناء الأهرامات بسقوط الأسرة الستة، عشان كده عصر الدولة القديمة من الأسرة 3 للأسرة 6.
بني معبد المكشوف في ابو سير في عهد الملك طبعا، في عهد الاسره الخامسه. وابو قير ايه ابو سير في اللي قام ببناء ابو سير كان الملك اسر كاف، مسلات ضخمه ومعبد مكشوف في ابو سير. طيب سمي عصر الدوله الوسطى بعصر الرخاء الاقتصادي. طيب نجح الملك منتحتب الثاني في انتصاره على ملوك نقط في الشمال. قال لي مين منتحتب؟ مين في الشمال؟ قال لي أسرة أهناسيا. طيب أقام الملك امنمحات الثالث سد اللاهون عند مدخل بحيرة موريس. طيب تولى الملك أسوبك نفرو حكم البلاد عقب وفاة أبوها كان اسمه الملك امنمحات الرابع. حرص ملوك الدولة الوسطى على إقامة علاقة تجارية مع العديد من الحضارات الفينيقية مثل حضارة بلاد كوش. تأسس عصر الرخاء الاقتصادي على حكام مدينة طيبة. طيب بعد كده كانت عاصمة مصر في الأسرة الثانية عشرة مدينة أستاو، لأن أنا نقلت العاصمة من طيبة إلى أستاو. الشعوب التي مثلت خطر على العديد من الحدود الغربية لمصر. قال لي مين؟ قال لي غربية، يبقى الليبيين، عشان الليبيين من جهة ايه؟ الغرب. طيب أكثر الأماكن المصرية في مجال التعدين أيام الملك امنمحات الثالثية شبه جزيرة سيناء. أنشأت الملكة سوبك نفرو هرم خاص بها بالقرب من دهشور، وكان أبوها فهوارة. كانت الامدادات التي تصل للهكسوس من الأراضي كوش يتم نقلها عن طريق نهر النيل، عشان كوش في السودان فكانوا بيطلعوا عن طريق نهر النيل. كان مدينة نوط عاصمة في عصر الدولة الوسطى في عهد الملك طبعا منتحتب الثاني، كانت العاصمة كانت هي طيبة. طيب اتخذ الملك أحمس الأول مدينة نوط عاصمة للبلاد طبعا مدينة طيبة. شيد الملك توت عنخ آمون معبد في مصر وشمال السودان. أمر الملك رمسيس الثاني بنحت معبدين في منطقة نوط، إحداهما له والآخر لزوجته في منطقة أبو سمبل، واحد ليه واحد لمراته. العلاقة التجارية بين مصر في عهد الملكة حتشبسوت مع بلاد بوند تم تخليدها على جدران معبدها، والمعبد بتاعها كان في الدير البحري، عشان تخليد يعني بيكتب الذكريات يعني الحاجات اللي كنا بنجيبوها من هناك. أسقط حكام البلاد نقط الأسرة 24 وسيطرة على معظم أرضها هي كوش. سقطت الأسرة 24 ها؟ طيب الملك الذي يمكن اعتباره حلقة وصل بين عصر إدمحلال الثاني لسه قايله والدولة الحديثة طبعا هو أحمس الأول. اختار المهندس إنيني ماله وادي الملوك ليدفن فيه الملك تحتمس الأول. مع ضعف الدولة الحديثة بدأت كهنة الإله قال لي عصر دولة حديثة يبقى كهنة الإله أمون. قديمة كانت رع، أما حديثة أمون. أرسل الملكة حتشبسوت بعثات تجارية إلى بلاد بونت، وبونت دي فين؟ في الصومال. طيب نتكلم على تلخيص